قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم. واحنا ليه بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ايه؟ ودول يطلعوا الاثنين ركن ولا اثنين؟ يطلعوا كم ركن يا ابني؟ يطلعوا ركن واحد. ليه؟ قال لأن الله جعل دخولك الإسلام بالشهادة، والشهود عيناك لا تقواه، فجعلك تشهد لله فيقبلها على شهادتك بأن محمدا رآه. ليه بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال لأن لا إله إلا الله جلاله لا يقوى إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله على ما شهده وشهدته عيني رسول الله. ولذلك لو جاء أي إنسان وأي دين ولو كان رسول ولا نبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله من غير أن يشهد أن محمد رسول الله ما قبلت منه الشهادة. إذن حتى في التشهد يا أولاد، حتى في الشهود، حتى في التوحيد، التوحيد لا يكمل إلا إذا شهدت بما شهد النبي. فأشهد أن محمد رسول الله تجبر كسرك في عجزك عن شهود أنه لا إله إلا الله. لذلك جعلهم الاثنين إيه؟ مشهد واحد. مفتاح باب الجنة مين؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي هو مفتاح الجنة لا إله إلا الله إيه؟ بس مفتاح دايرة التوحيد مين؟ هو سيدنا النبي لما يخبط على باب الجنة ينزل رضوان من؟ يقول محمد، يقول أمرني ربي ألا أفتح بابها إلا لك. يعني حتى الجنة إذا كانت دي روضة من رياض الجنة لازم يا ابني كتير صلاة على النبي، يومك كتير فيه الصلاة على النبي. اللي يصلي اللي يعمل أذكار كتير من غير صلاة على النبي، الذكر ما ينفعش من غير معية، ما يوصلش من غير المعية، والمعية كلها في الصلاة على النبي. كيف المعية في الصلاة على النبي؟ إن الله وملائكته يصلون على الله وملائكته. عايز تخش دايرة الله والملائكة ولا تقعد في دايرة الشياطين؟ قال أيوة عايز أخش. قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مش بس تدخل الجنة، تدخل الحاضرة، عشان نور جلال الله فيها ساطع، وأنوار الملائكة فيها لمعة، وأنوار الحضور والحبور والسرور والإجابة والتجلي ومواطن الرضا فيها واضحة. للذكر في جمع الأحباب بركات وكمال سر وأنوار